شباب أولى ثانوي، أهلا بكم في الدرس الثاني من التاريخ بتاعنا. والدرس اللي هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله عن حضارة فينيقيا. شفنا المرة اللي فاتت والدرس الأولاني اتكلمنا عن حضارة بلاد العراق والدول اللي ظهرت في العراق، وإزاي كانت شكلها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا، واتكلمنا فيها عن كل حاجة. نفس المعلومات أو نفس الأسئلة هنحتاج إننا نعرفها برضه عن حضارة فينيقيا. ظهرت ازاي، ايه هي اهم المدن اللي هتكون موجودة فيها، شكل الحياة هناك برضه سياسيا واقتصاديا وعسكريا وكل اشكال الحياة، وازاي كانت الحضارة دي بتقدر ان هي تتواصل مع مصر. طيب، في البداية لازم تعرف ان فينيقيا ديت تاريخيا احنا عارفينها باسم بلاد الشام. منطقة بلاد الشام اللي لو كنت سمعت عنها ايام ظهور الاسلام، المنطقة دي كلها هي ديت فينيقيا. دي ما كانتش ظهرت من أيام بلاد الشام بس، لأ، ده من قبل كده بكتير، لما كان في الحضارة المصرية القديمة بقى وقبل الميلاد، ومن زمان جدا 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 قامت مجموعة من الحضارات هناك في منطقة فينيقيا دي أو بلاد الشام. زي أشهرهم مثلا عندك الحضارة اللي اسمها الحضارة الأرامية، أو الحضارة العمورية القديمة، أو الحضارة الفينيقية. دول حضارات ظهروا من قبل أساسا ما يبقى اسمها بلاد الشام، لما كان اسمها فينيقيا، أو قبل كمان لما يبقى اسمها فينيقيا. يعني إيه؟ يعني أنا لو قلت لك هل فينيقيا ديت دولة جديدة أو بلاد الشام دي دولة جديدة؟ لأ طبعا، ده دولة تاريخها بيرجع لآلاف السنين، وظهرت فيها أقدم الحضارات زي الحضارة الأرامية والحضارة العمورية القديمة، وطبعا الحضارة الفينيقية. طيب، فينيقيا أو بلاد الشام ديت مهمة دينيا، يعني غير إنها قديمة، لأ، ده ليها كمان أهمية دينية. طب إيه اللي يديها الأهمية الدينية؟ لما تعرف إن كانت هي دي المنطقة اللي نزلت فيها الديانتين، سواء كانت الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية. يعني كانت مهد للديانتين اليهودية والمسيحية، والمنطقة يعتبر زي ما بنقول اللي ظهرت فيهم الديانتين دول لأول مرة، ومنهم انتشرت في العالم كله. وكان ليها دور مهم جدا وكبير جدا في انتشار الإسلام كمان. يعني لما ظهر الإسلام، بل لما وصل لبلاد الشام، بعد ما وصل لبلاد الشام بقى بدأت بلاد الشام دي ذات نفسها تنشر الإسلام في كل أنحاء العالم. يبقى هي ليها أهمية تاريخية لأنها قديمة جدا، ليها أهمية دينية لأنها مهد للديانتين زي اليهودية والمسيحية، وكان ليها دور كبير في نشر الإسلام. طيب، مين الفينيقيين؟ استقروا في إيه؟ إيه هي البلاد دلوقتي اللي أشوفها أقول هي دي فينيقيا أو هي دي بلاد الشام؟ بص كده، عندك سوريا، لبنان، فلسطين، ساحل سوريا كله، لبنان وفلسطين اللي بيطل على البحر المتوسط، هي دي فينيقيا. طيب، هما متركزين على الساحل، تمام؟ يعني تخيل معايا، هما في النص. الساحل دلوقتي موجود في الغرب، وفي جبال موجودة في الشرق. يعني احنا في النص دلوقتي، الساحل الناحية دي اهو، والجبال الناحية دي اهم، واحنا موجودين في النص كده. اضطر بقى الفينيقيين ان هم ما يقدروش يذهبوا ناحية الشرق. ليه؟ بسبب جبال، كانت في جبال محاصراهم ومخلية ان هم يتنقلوا ناحية الشرق صعب. فكان الطريق قدامهم هو البحر المتوسط، فبدأوا يتجهوا ناحية البحر، لأن جبال لبنان كانت محاصرهم من ناحية الشرق. فكانت هي دي أول أمة بحرية في التاريخ. كلمتك الترم اللي فات عن الحضارة المصرية القديمة وقلت لك دي حضارة زراعية. كلمتك عن حضارة بلاد العراق وقلت لك برضو حضارة زراعية. النهاردة بكلمك عن أول أمة بحرية، أول ناس تتجه ناحية البحر، وهي حضارة فينيقيا. طيب، لما راحوا ناحية البحر أول مرة بدأوا يشتغلوا في إيه؟ بدأوا يستخرجوا اللون الأحمر من مجموعة كائنات اسمها القواقع البحرية. بيستخرجوا القواقع البحرية من البحر، وبيستخدموا القواقع البحرية ديت في إن هم يصنعوا بيها الصبغة الحمراء أو اللون الأحمر. مين اللي شافهم؟ شافهم الإغريق أو اليونانيين، هم الاتنين واحد، وهنتكلم عنهم في حضارة لوحد في درس لوحدهم. سموهم إيه بقى؟ سموهم فينيكس. سموهم إيه؟ فينيكس. ترجمة كلمة فينيكس دي في اللغة بتاعت اليونان كلمة الشعب أحمر اللون. يعني هم بسبب إن هم بيستخرجوا اللون الأحمر، الناس الإغريق سموهم فينيكس. فينيكس معناها إيه؟ معناها الشعب أحمر اللون. من كلمة فينيكس دي بقى استخرجنا منها كلمة فينيقيا، وفينيقيا معناها الأرض حمراء اللون. يعني هما أساسا اتسموا عشان الشغلانة اللي اشتغلوه. يبقى رقم واحد، اتجهوا ناحية البحر، اشتغلوا في إن هما يستخرجوا الصبغة الحمراء من القواقع البحرية.
الإغريق شافوهم فسموهم فينيكس، أي الشعب أحمر اللون، بسبب اللون اللي بيستخرجوه من القواقع. من فينيكس جت كلمة فينيقيا، ومعنى فينيقيا هي الأرض حمراء اللون. يعني هم مشهورين بالصبغة اللي بيستخرجوها من القواقع البحرية. طيب، اتقسمت بقى بعد كده حضارة فينيقيا دي بعد ما ظهرت إلى مجموعة من المدن. مدن زي بعلبك، زي بيروت، زي عكا، زي حيفا، زي صيدا، زي جوبيل، زي أوجرت. دي أشهر المدن اللي ظهرت في حضارة فينيقيا. طيب، هل احنا هنتكلم عن كل المدن دي؟ لا، احنا ان شاء الله هنتكلم عن موضوع بسيط جدا. هنتكلم عن حوالي 4 أو 5 مدن بالكتير قوي. زي ايه مثلا؟ زي لما اقول لك ان انت في كل مثلا مجموعة مدن أو كل مجموعة دول لازم تكتشف إن في دولة هي اللي متصدرة الدول دي كلها، هي مثلا أقوى واحدة فيهم، أهم واحدة فيهم. طب بالنسبة للمدن الفينيقية، مين أهم واحدة في المدن الفينيقية؟ هتلاقي المدينة اللي اسمها مدينة صيدا. اسمها مدينة إيه؟ صيدا. مدينة صيدا هي كانت زعيمة المدن الفينيقية، احتلت زعامة المدن الفينيقية. طيب، مدينة صيدا ديت اتعملت ازاي؟ كان في ساحل البحر، في لسان ممتد جوه ساحل البحر. يعني ايه؟ يعني الساحل كده مستقيم، وفي حتة أرض داخلة جوه البحر ذات نفسها. حتة الأرض أو اللسان الممتد جوه البحر ده هو ده اللي اتبنى عليه مدينة صيدا. ومدينة صيدا كانت مسيطرة كمان على الجزر المحيطة باللسان ده. يبقى هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لسان ممتد داخل البحر يحيط به مجموعة من الجزر الصغيرة. طب إيه أهمية مدينة صيدا؟ إن قلت لك إن هي زعيمة المدن الفينيقية ورقم واحد ما بين المدن الفينيقية كلها. طيب، بعد كده المدينة التانية اسمها مدينة صور. ومدينة صور أهميتها من اسمها، هي اسمها صور، في نفس الوقت هي مدينة محاطة بسور. يعني هي المدينة وحواليها سور ملفوفة بسور كده. طيب، يبقى ايه أهمية مدينة صور؟ إن هي مدينة محاطة بسور. طب ايه السور ده أهم من يعني فادنا في ايه؟ فادنا إن السور دوت خلاها مدينة منيعة جدا ضد الغزاة. كل الناس اللي تيجي تحتلها إما ما كانش بيعرف يدخلها بسبب السور ده، أو كان بيدخلها بعد صعوبة جدا جدا ولما بيعاني معاناة شديدة أوي أوي أوي. يبقى ايه أهمية مدينة صور؟ إن هي كانت محاطة بسور. تمام، هي مدينة صور بالصاد، السور بالسين. طيب، محاطة بسور أكسبها مناعة ضد الغزاة. طب إيه أهميتها ما بين المدن الفينيقية؟ دي المركز الثاني في الزعامة بعد مدينة صيدا. بعد كده عندنا مدينة أوجرت. مدينة أوجرت هنا كانت مدينة مشهورة جدا 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 في الفن وفي العمران. كان فيها مباني جميلة جدا، والمباني دي مرسوم عليها أشكال وزخارف ورسومات وألوان جميلة جدا جدا جدا. في بعض منها لسه موجود لحد دلوقتي. وكانت شهرتها الأكبر إن هي مدينة تجارية. أجرت دي بقى كان بيجيلها البضايع من كل الاتجاهات، وبتتوزع كمان على كل الاتجاهات. يعني كل اللي عنده بضايع في البلد بتاعته يجيبها أجرت، والناس تيجي تشتريها وتنشرها في كل أنحاء العالم. فهي مدينة مهمة جدا في الفن وفي العمارة، وفي نفس الوقت هي مدينة مهمة جدا جدا في التجارة، لأن كان بيجيلها البضايع من كل الجهات، وبتتوزع البضايع دي برضه على كل الجهات. طيب، بعد كده احنا خدنا زعيمة المدن الفينيقية، رقم 2 في زعامة المدن الفينيقية، الأهمية أو المدن أو أهم المدن التجارية في فينيقيا. بعد كده عندنا أقدم المدن الفينيقية، مدينة جوبيل. جوبيل هي تعتبر واحدة من أهم المدن أو من أقدم المدن الفينيقية. طيب، مدينة جوبيل احنا بنتكلم عنها ليه؟ لأن دي مدينة كان ليها علاقة مهمة جدا بمصر. يعني حصل ما بينها وما بين مصر تواصل حضاري. طب قدرنا ازاي نكتشف التواصل الحضاري دوت؟ خلي بالك في الدرس اللي فات في حضارة العراق كان في تواصل لما لقينا قلنا 4 أختام أسطوانية من حضارة الوركاء أو حضارة جمد نصر في منطقة جرزة في محافظة الجيزة. فينيقيا بقى أو جوبيل لقينا فيها مجموعة من الآثار أو التماثيل المصرية القديمة، ولقينا كمان في عليها أحجار مكتوب عليها أسامي فراعنة أو أسامي الملوك المصريين القدماء، وده يدل على التواصل الحضاري اللي حصل ما بين البلدين. واكتشفنا كمان في أفريقيا أقدم أبجدية في الوطن العربي، الحروف الأبجدية اللي هي زي الألف والب والت والسي والحاجة والإيه والبي والسي. كان في حروف كده شبهها اللي احنا بنسميها الحروف الأبجدية. دي أول أبجدية نكتشفها في الوطن العربي، اكتشفناها في مدينة جوبيل اللي هي تابع للحضارة الفينيقية، اللي هي الأرض حمراء اللون بتاعت فينيكس، الشعب أحمر اللون، اللي جابوا اسمهم أساسا من الصبغة الحمراء اللي بيستخرجوها من القواقع. طيب،
بدأ الفينيقيين يأسسوا الحضارة بتاعتهم. بدأ الفينيقيين يعملوا توسع. هيتوسعوا ناحية إيه؟ قلت لك الشرق ولا ناحية البحر؟ هيتوسعوا ناحية البحر، لأن هما أول أو أقدم أمة بحرية في التاريخ. بدأوا يتوسعوا ناحية البحر، وبدأوا يشتغلوا في البحر. بدأ يبقى عندهم سفن، بدأ يبقى عندهم تجارة كبيرة جدا، بدأوا يسيطروا على كل تجارة العالم، ويبقوا رقم واحد في التجارة في العالم كله. طيب، أنا علشان أعمل سفن، علشان أعمل أمة بحرية كبيرة، لازم يكون عندي المقومات اللي تساعدني إن أنا أعمل كده. طيب، أنا هروح ناحية البحر، هحتاج سفن. طيب، السفن بتتصنع من إيه؟ بتتصنع من الخشب. يبقى أنا لو لقيت في فينيقيا أخشاب صالحة لبناء السفن، يبقى دي واحد. يبقى أول حاجة ساعدتهم إن هم يكونوا أشهر أو أقوى أمة بحرية في التاريخ القديم، إن هم كان عندهم أخشاب مناسبة لصناعة السفن. ارجع زمان وهنرجع تاني دلوقتي، إن مصر القديمة أساسا الملك سنفرو بعت يشتري خشب عشان يصنع السفن من فينيقيا. هنجيلها تاني وهنفكرك بيها دلوقتي. كثرة التعاريج الساحلية اللي كانت مهمة لإنشاء المواني. لسه قايل لك إن صيدا كانت عبارة عن لسان ممتد، يعني الساحل مش مستقيم، لا ده الساحل إيه؟ عامل كده، حتة داخلة جوه، حتة طالعة بره، حتة جوه، حتة بره، حتة جوه، حتة. المناطق اللي جوه اللي ممتدة جوه البحر دي كانوا بيستخدموها في إنشاء المواني الطبيعية. يعني الساحل أهو، دي الأرض وهنا الشريط. الحتة بقى اللي جوه دي بنستخدمها في تأسيس المواني الطبيعية. طيب، وده بشكل طبيعي، هما ما بيعملوش حاجة. طيب، موقع البلاد المتوسط. البلد لما هنيجي نبص على الخريطة، وهكون حطيت لك الخريطة في أول الدرس، موقعها متوسط جدا، يعني هي في النص والحضارات كلها موجودة حواليها. فسهل جدا إن هي تعمل علاقات تجارية ما بين الشرق والغرب. لو أنت من الشرق رايح الغرب هتعدي على فينيقيا، من الغرب رايح الشرق هتعدي على فينيقيا، من الشمال ونازل على الجنوب هتعدي على فينيقيا، نفس الكلام طالع للشمال برضه هتعدي على فينيقيا. يبقى موقعها الجغرافي المتوسط هو اللي خلاها تكون همزة الوصل ما بين التجارة اللي موجودة في العالم القديم وتسيطر على كل تجارة العالم البحرية. طيب، بدأت فينيقيا تتسع تاني، وبدأوا يعملوا مجموعة مستوطنات بره البلد. مستوطنة دي يعني إيه؟ يعني إحنا فينيقيا في بلاد الشام هيبقى مسيطرين على جزء مثلا في شمال أفريقيا في تونس. شوف إحنا فين؟ في الشام. شوف تونس فين؟ دي تبع حكم فينيقيا، دي اللي بنسميها المستوطنات. وأشهر مستوطنة حصلت في فينيقيا هي مدينة قرطاج. مدينة قرطاج أو مدينة تونس دلوقتي، أو قريبة من مدينة تونس الحالية، دي مدينة أو هي مستوطنة أساسا فينيقية. يعني مين اللي بناها ومين اللي أسسها؟ هم الفينيقيين. ده يرجع الفضل ليهم في بنائها وفي تأسيسها. طيب، فضلت المدينة دي تزدهر، فضلت تتقدم، فضلت تنمو لحد لما إيه؟ بقت تنافس المدن الفينيقية نفسها في الحضارة وفي التجارة. فضلت تغنى وفضلت تبقى قوية لحد ما بقت تنافس المدن الفينيقية ذات نفسها. ودي كان موجود فيها حاجتين: مرسى داخلي ومرسى آخر بيكون حربي أو بحري. يعني فيها اتنين من المواني، مينا بيدخل جوه البلد ومينا بيكون على البحر زي استراحة كده أو محطة. طيب، كل حضارة زي ما بتكبر زي ما بتبدأ إن هي تسقط. وصلنا لحد القرن السادس قبل الميلاد. جه ملك بابلي من الدولة البابلية الحديثة اتكلمنا عنه، اسمه الملك نبوخذ نصر الثاني. قرر إن هو يتوسع ويروح ناحية البحر المتوسط. طيب، مين اللي على ساحل البحر المتوسط؟ فينيقيا. هيعمل معاهم إيه؟ هيقوم الملك نبوخذ نصر الثاني بغزو أو احتلال فينيقيا. لكن في مدينة واحدة بس هي اللي هتقدر تقف في وشه. هيدخلها، بس هيدخلها بصعوبة بسبب السور اللي موجود حواليها. فانت عرفت كده انا بتكلم على انهي مدينة؟ مدينة صور. يبقى في القرن السادس قبل الميلاد قام الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني باحتلال حضارة فينيقيا. لكن في مدينة واحدة فقط هي اللي نجح يدخلها بس بصعوبة بسبب أسوارها المنيعة، هي مدينة صور. بعد كده في 332 قبل الميلاد نجح الإسكندر الأكبر إن هو يحتل فينيقيا، ثم لمدة 3 قرون بعد الإسكندر الأكبر سيطر عليها السلوكيين. بعد كده حوالي 64 قبل الميلاد سقطت فينيقيا في إيد الرومان، وأخيرا بتوصل إن في فينيقيا بتدخلها الجيوش الإسلامية وبتصبح بعد كده اسمها بلاد الشام. الجيوش الإسلامية الوحيدة يا شباب هي اللي دخلت منطقة فينيقيا أو بلاد الشام، يعتبر بمنطقة بدون مقاومة، دخلوها ونشروا فيها الإسلام بطريقة سلمية من غير أي حرب ولا حد يموت ولا تحصل أي مشاكل. شكل بقى الاقتصاد في حضارة فينيقيا دي هيكون عامل إزاي؟
احنا دلوقتي كل كلامنا يعتبر عن التجارة، بس هي الناس دي ما اشتغلتش الا في التجارة؟ اقول لك لا طبعا. الناس دي عرفت كل الأنشطة تقريبا، عرفت الزراعة، عرفت الصناعة، عرفت الصيد، عرفت تربية الحيوانات، وطبعا النشاط الأشهر والأهم عندهم هو نشاط التجارة. قدر الفينيقيين إن هم يستغلوا جبال لبنان. جبال لبنان اللي هي خلتنا نتجه ناحية البحر، لا، دلوقتي احنا خلاص سيطرنا على البحر وبقينا أشهر ناس في البحر، عايزين نتقدم كمان في الزراعة. فراحوا بقى يشوفوا جبال لبنان ديت الدنيا فيها عاملة ازاي. فطلعوا فوق جبال لبنان وقدروا ان هم يحولوا جبال لبنان ده الى مجموعة مصاطب. مصاطب زي السلم كده، كل ما تطلع حتة مستوية وتطلع حتة مستوية، تطلع حتة مستوية. قدروا يحولوا المصاطب دي ان هي تكون صالحة للزراعة، وفعلا استغلوها في الزراعة. وكانت اهم المحاصيل اللي تمت زراعتها في السهول دي كانت النخيل والعنب والرمان، وقدروا ان هم يجيبوا محصول جديد لمنطقة شمال افريقيا زي الزيتون. وكمان قدروا ان هم يربوا حيوانات زي الابقار، زي الاغنام، زي الماعز، زي كل حاجة. فنجحوا ان هم يحولوا سفوح جبال لبنان لمصاطب صالحة للزراعة، ويزرعوا كمان السهول، المناطق اللي هي فيها انهار وفيها اراضي زراعية، لان هم برضه عندهم انهار وعندهم ارض زراعية. فزرعوا السهول اللي هي الانهار، وزرعوا كمان الجبال اللي هي المصاطب بتاعت جبال لبنان، وجابوا كل المحاصيل الزراعية، وجابوا لنا محصول جديد في شمال افريقيا احنا ما كناش نعرفه زي الزيتون. وقدروا كمان ان هم يتفوقوا في الصناعة. زي ايه؟ كان عندهم صناعات كتيرة جدا زي الغزل وزي النسيج وزي الحرير وزي القطن وزي الكتان، كل الصناعات الغزل والنسيج اللي انت تعرفها. وكمان كان عندهم صناعات زجاجية. طب هما ازاي اتعلموا يصنعوا الازاز، مع ان انا في الترم الاول قلت لك ان اول ناس تصنع الازاز هم المصريين القدماء؟ عرفوا فعلا صناعة الزجاج من مصر القديمة، وقدروا ان هم يتفوقوا فيها ويعملوا فيها انجازات جديده. طيب عرفوا كمان صناعه الفخار، والفخار هنا كان بيتم صناعته لكل شخص حسب ذوقه، انت عايز الفخار بتاعك يكون عامل ازاي تقدر ان انت تصنعه وتقدر ان انت تعمله. فعرفوا مثلا صناعه الفخار. عرفوا كمان يعتمدوا على الصناعات المعدنيه اللي بتكون قايمه على المعادن، استخدموا معادن زي البرونز، زي النحاس، زي الحديد، زي الذهب. قدروا ان هم يصنعوا كمان فضه. كانوا بيعملوا مثلا ادوات زينه، بيعملوا اسلحه، بيعملوا الات موسيقيه. كل حاجة قدر الفينيقيين إن هم يعملوها، ومش بس يعملوها، ده كمان كانوا ناجحين جدا في إن هم يتفوقوا فيها. طيب كمل كمان الفينيقيين وبدأوا يشتغلوا في التجارة، دي حاجة الأولانية أساس كلمتك عنها كتير. فلما أقول لك إيه هو المورد الأساسي، أساس الحضارة الفينيقية اللي اعتمدت عليه، كان طبعا التجارة. التجارة بالتحديد النقل التجاري، ينقلوا البضائع وينقلوا السلع من مكان إلى مكان. دي كانت شغلانة مين؟ سكان المدن الساحلية. الناس اللي عايشة على السواحل هي دي اللي هتتخصص في النقل البحري، وهيبدأوا يعملوا موانئ على الساحل، يبدأوا منها يسيطروا على كل النقل البحري اللي موجود في العالم. ساحل ايه بقى اللي احنا بنتكلم عنه؟ ساحل البحر المتوسط. طيب وبدأوا كمان ان هما يعملوا مراكز داخلية. المراكز الداخلية دي هتسيطر على أنهي تجارة؟ هتسيطر على تجارة العالم البرية. يعني المدن الساحلية سيطرت على التجارة البحرية، والمدن الداخلية سيطرت على تجارة العالم الايه؟ البري. فسيطروا على كل النقل البري، واحتكروا كل القوافل التجارية اللي جاية من أي مكان رايحة أي حتة، وسيطروا عليها من خلال المعابر أو الطرق الرئيسية اللي بتربط ما بين البلاد أو بتربط ما بين القارات حتى. طب إيه هي المناطق أو المعابر اللي بتربط البلاد ببعضها؟ عندك مثلا طريق شبه جزيرة سيناء، ده اللي بيربط آسيا بأفريقيا. عندك ساحل البحر المتوسط، ده اللي بيربط آسيا بأفريقيا بأوروبا. عندك ساحل البحر الأحمر، برضه بيربط آسيا بأفريقيا، وانت رايح بقى على الهند، وانت رايح على جنوب أفريقيا، كل المناطق دي. فكل الطرق أو كل التجارة البرية والبحرية اللي بتمشي من خلال المعابر دي احتكرتها حضارة فينيقيا. قلنا البرية دي هتسيطر عليها المدن الداخلية اللي هي بعيدة عن الساحل، لكن التجارة البحرية هتسيطر عليها كل المدن الساحلية. وبسبب كده بنقول إن فينيقيا هي بتكون في قمة المثلث الحضاري. إحنا بنقسم الحضارات إلى شكل مثلث، في قمة المثلث من فوق بتكون هي الحضارة الفينيقية. طيب الضلع الأيمن بتاع المثلث، لو أنت هتبص بقى على الخريطة دلوقتي هتلاقي الضلع الأيمن بتاع المثلث حضارة العراق، الضلع الأيسر بتاع المثلث الحضارة المصرية القديمة، القاعدة بتاعت المثلث منطقة شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد الحضارات اللي قامت في بلاد اليمن، وهنتكلم عنها إن شاء الله في الترم الأول من سنة تانية سنة. طيب فإذا المثلث الحضاري قمته هي حضارة إيه؟ حضارة فينيقيا. طيب عدى الفينيقيين وبدأوا هم كمان يصدروا مجموعة من السلع، المركز الأساسي للتجارة. بدأوا يصدروا أخشاب، بيجيبوا الأخشاب منين؟ من جبال لبنان. يبقى هم عندهم أخشاب ساعدتهم إن هم يصنعوا سفن،
صنعوا السفن بتاعتهم والدنيا معاهم تمام، بدأوا يصدروا كمان من الأخشاب دي. بدأوا يصدروا معادن كان من أقصى غرب أوروبا. بدأوا كمان إن هم يصدروا الأصباغ، الألوان بقى، ما نسيوش أصلهم. هم بدايتهم كانت في الألوان وتحديد اللون الأحمر، فكملوا في موضوع الألوان دوت ونجحوا جدا وشرعوا، وبص حققوا نجاح فيه فوق ما تتخيل، وفي كل أشكال التجارة. طيب بدأوا كمان إن هم يبيعوا أو يتاجروا بالمصنوعات المعمولة من المنسوجات، الأواني، الصناعات المعدنية اللي لسه كنت بكلمك عليها. يعني إحنا دلوقتي خلي بالك، عندنا غزل ونسيج وعندنا فخار وعندنا صناعات معدنية بنستخدم منها على قدنا، والباقي بنستخدمه في التجارة وبنبيعه لباقي المناطق اللي موجودة عندنا في العالم، اللي هي دلوقتي بنسميها التجارة الخارجية. طيب بدأت كمان مصر بقى يكون عندها أسواق من فينيقيا. يعني مصر كانت بتروح تشتري منتجات من المنتجات اللي موجودة في فينيقيا اللي هي مش موجودة عندنا. احنا ما كانش عندنا أخشاب مناسبة لصناعة السفن. مين الناس اللي عندهم أخشاب فينيقيا؟ يبقى نروح نشتري من عندهم. وهم كمان خلي بالك هيجوا يشتروا من عندنا، وده برضه هنتكلم عنه. طيب زي ايه؟ في عصر الدولة القديمة تم استيراد خشب الأرز من فينيقيا واستخدم في بناء المقابر وفي صناعة السفن. طب الكلام ده عرفناه منين؟ ارجع للترم الأولاني في حجر باليرمو من مؤسس الأسرة الرابعة الملك سنفرو، لما بعت أسطول مكون من 40 سفينة تجارية إلى فينيقيا لاستيراد خشب الأرز. يبقى بص أنا هرتب لك الحدث بالراحة كده. في الدولة القديمة ظهر ملك اسمه سنفرو، أسس الأسرة الرابعة، احتاج خشب علشان يبني بيه مقابر ويبني بيه سفن. دور في مصر يلاقي خشب مناسب لصناعة السفن، ملقاش. مين عندهم خشب مناسب؟ فينيقيا. راح مجهز 40 سفينة تجارية وبعتهم إلى فينيقيا، اتحملوا واشتروا كمية كبيرة جدا من خشب الأرز وجابوه لمصر. قدرنا نصنع منه المقابر للملوك، وقدرنا نصنع منه كمان السفن اللي احنا عايزينها. الكلام ده عرفناه منين؟ من واحد من المصادر الأولية المشهورة اللي اتكلمنا عنه كتير، وهو حجر باليرمو. طيب بعد كده في عهد الدولة الحديثة أيام الملك بالتحديد رمسيس الثاني، بتزيد جدا 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 العلاقات التجارية ما بين مصر وفينيقيا. يبقى في الدولة الحديثة زادت العلاقات التجارية بالتحديد أيام رمسيس الثاني. بعد كده في العصر المتأخر العلاقات التجارية برضو بتستمر ما بين مصر وفينيقيا. امتى بقى لو فاكر؟ في أيام الملك نخاو الثاني، لما كان عايز يعمل رحلة تجارية للدوران حول أفريقيا، وكان استعان بالبحارة الفينيقيين. يبقى احنا كده عرفنا ليه نخاو التاني استعان بالبحارة الفينيقيين، لأن هم أشطر ناس يفهموا في البحر ويفهموا في الملاحة والسفن والموضوع ده. فهو عايز يلف حوالين قارة أفريقيا، فأشطر ناس هم الفينيقيين، فخلى الفينيقيين هم اللي يساعدوه في الدوران حول أفريقيا. وفعلا نجحوا إن هم يدوروا حول قارة أفريقيا. رحلة استمرت لمدة رحلة استمرت لمدة 3 سنين. الهدف منها ان نخاو التاني كان بيدور على اسواق جديده وبضائع جديده تكون موجوده في قاره افريقيا. يبقى في عصر الدوله القديمه حصل تواصل ايام سنفرو، راح يشتري خشب الارز. زاد التواصل قوي في عصر الدوله الحديثه ايام رمسيس الثاني. كمل التواصل في العصر المتاخر لما نخاو الثاني استعان بالبحاره الفينيقيين للدوران حول افريقيا، رحله استمرت لمده 3 سنين كاملين. ده كانت نهايه الجزء الاول من شرح درسنا الحضاره الفينيقيه. ان شاء الله هنزل على طول وبسرعه ليكم شرح الجزء الثاني اللي هنكمل فيه باقي الدرس، ونشوف شكل الحضارة، باقي الأشكال اللي موجودة في الحضارة الفينيقية هتكون عاملة ازاي سياسيا وعسكريا، كل حاجة هنتكلم عنها مع بعضينا. أي سؤال تكتبوا لي تحت في التعليقات، أو تخش تكتبوا لي على جروب الواتس، أو تبعتوا لي على الخاص برضو على الواتس. كل اللينكات دي طيب هلاقيها فين؟ هتلاقيها في أول تعليق أنا مثبته لك تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.